السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم جميعا في السيشن الأولى والتعريفية من الكورس اللي بإذن الله هيكون سبب في تغيير حياتكم وهتطلعوا منه غير ما دخلتوه إطلاقا، سواء على مستوى نظرتكم لحياتكم ومشاريعكم وأهدافكم، أو نظرتكم للإنتاجية ومفهومها، أو للعمل الحر اللي هو بنقول عليه إحنا فريلانس. عنوان الكورس بتاعنا From Notion Newbie to Profitable Creator: A Step-by-Step Guide to Building and Selling Digital Products. ده العنوان، ان هو من الاخر احنا بناخدك من ان انت لسه مبتدئ في نوشن او ما تعرفش اي شيء عن نوشن، لان انت تكون Profitable Creator، يعني حد بيحقق ربح من الحاجة دي، وده من خلال دليل ارشادي او كورس خطوة بخطوة، عشان خاطر نبدأ نبيع ونبدأ نبني الاول الديجيتال برودكتس اللي احنا هنتعلمها خلال الكورس ده. كده العنوان بتاع الكورس. في الواقع انا جبتك اقول لك اني هعلمك نوشن واخليك تبني ديجيتال برودكتس وتبيعها، ولكن اللي ما قلتهوش في العنوان هو انك وانت بتبني الديجيتال برودكتس دي هتلاقي نفسك اتعلمت اشياء كتير ما كنتش تسمع عنها اي شيء، وبقيت انسان منظم ومرتب ومحدد اهدافك في الحياة وعارف تشتغل عليها كويس، عشان تبدأ بعد كده تبيع النظام والترتيب ده للناس. وبس كده، خلونا بقى نبدأ. دي صفحة الأجندة. في الصفحة دي من كل سيشن بناخد ريفيو سريع عن ايه هي المواضيع اللي هنتكلم عنها في محاضرتنا. فالنهاردة انا هعرفكم بنفسي، في ناس كتير موجودة عارفاني اوريدي يعني، فدي هتبقى جزئية مملة بالنسبة لهم. هنعرف ايه هو نوشن، وايه هي الفيجن بتاعت شركة زي نوشن وتطبيق زي نوشن. هنعمل ساين اب للتطبيق سوا، هنشوف استخدامات نوشن على المستوى الشخصي، وهنشوف استخداماته بشكل بروفيشنال. هنشوف الفريلانسنج ماركت، وهل في ماركت بالفعل للخدمات ولا لأ. هنشوف وهنسمع بعض زملائنا خريجين الدفعتين اللي فاتوا جايين يقولوا لكم رأيهم عن الكورس. وفي الآخر هقول لك ليه ممكن تاخد كورس زي نوشن، وإيه الأوتكمز اللي هتعود عليك. طيب، أول حاجة خالص، أنا مين؟ يهمني جدا قبل ما تشتري مني كورس أو تتعامل معايا إنك تكون عارف الشخصية اللي بتتعامل معاها دي، فاسمح لي أعرفك بنفسي. مبدئيا معاك عبد الله الفقير إليه عبد الرحمن إدريس. أنا كترتيب أولويات كده أنا زوج وأب، ده قبل أي شيء. ثانيا أنا مهندس اتصالات خريج هندسة اسكندرية، شغال حاليا as a digital marketing manager في شركة بلو هولدنج، وكنت قبلها شغال مهندس شبكات في قطاع الكابلات البحرية في المصرية للاتصالات المعروفة حاليا بوي. وممكن نبقى نتكلم قدام الكارير شيفت ده حصل ازاي وجا منين، ولكن ده باختصار بخصوص الجانب المهني والأكاديمي. بجانب الكلام ده فأنا مقدم محتوى أو كونتنت كرييتور على السوشيال ميديا، بدون خوض كتير في أرقام المتابعين، بس يعني هم إيه شوية حلوين كده بفضل الله، ولو كان أثري وصل بس لشخص واحد فده كان يكفيني يعني. بقدم محتوى متعلق بالاستثمار وإدارة الأموال الشخصية والإنتاجية وإدارة المهام والماركتينج والسيلز وحاجات كده جنب بعض يعني. ومحاضر للكورس اللي حضراتكم بتحضروه دلوقتي ده، وهو كورس تعلم نوشن وإتقانه، وتعلم بناء أنظمة معقدة باستخدامه، ثم تعلم كيفية بيع الأنظمة دي لعملائها المحتملين. وأخيرا أنا شغال دلوقتي على تجهيز كورسين، أحدهما في إدارة الأموال الشخصية أو البيرسونال فاينانس وتعليم الاستثمار للمبتدئين، والآخر في الديجيتال ماركتينج. ده كده موجز مختصر، وخلونا ننتقل لباقي نقاط المحاضرة. مبدئيا كده، ايه هو نوشن؟ انت داخل السيشن دي ويفترض ان نوشن بالنسبة لك هو شيء لا يختلف اطلاقا عن الرسمة اللي انت شايفها على الشمال دي، شيء ملهوش ملة كده عمالين نتكلم عنه ونقول اننا بنجيب منه فلوس وانت مش عارف ايه هو. النهاردة ان شاء الله احنا هنشتغل سوا على اننا نفرد لك الخط ده، وتكون فاهم ايه هو نوشن، وتقدر تعمل بيه ايه في حياتك سواء اخدت معانا الكورس او لا. يا ترى ايه هي الفيجن او الرؤية
بتاعه شركه زي نوشن، او بالعربي كده الناس دي بيهدفوا لايه خلاهم يوصلوا لمنتج محترم شبه نوشن. خليني احكي لك قصه. القصه دي قصه لذيذه كده هتعرفك ايه هي الفيجن بتاعه نوشن. من فتره قريبه السي اي او اللي هو الاكزيكتيف مانجر بتاع الشركه بتاعت نوشن، شخص اسمه ايفان، عين موظفه او موظفه جديده اسمها إريكا أندرسون في مسمى اسمه CRO أو الشيف ريفينيو أوفيسر. ودي اللي هي ببساطة يعني مسؤولة عن أي شيء يخص إيرادات الشركة وكيفية تحسين الإيرادات دي. الأنسة اللي هو عينها دي كانت شغالة قبل كده في شركة جيت هاب. وجيت هاب للي ما يعرفهاش هي من أكبر المنصات التكنولوجية اللي موجودة على مستوى العالم، واللي بيستخدمها المبرمجين عشان بتساعدهم في عملية صناعة السوفت وير. المهم بقى، فإيفان بيحكي في مقال على البلوج الخاصة بنوشن إنه من ضمن الأسئلة اللي سألها لإيريكا هي: هو أنت ليه حبيتي تسيبي جيت هاب وتجيلنا؟ ده السؤال المعتاد اللي تقريبا بيتسأل في أي انترفيو لأي حد. فإيريكا ردت رد جامد شوية يعني. قالت له: أولا عشان المنتج ده اللي هو نوشن يعني، وبناء المنتج نفسه، وان هو له هوية كده، وتحس كل اضافة بتضاف للمنتج ده ليها طابع خاص بيها. بص يعني رد ما يمكن انا مش فاهمه لحد دلوقتي. وبعدها استدركت كلامها وقالت: بس طبعا قبل كل ده عشان نوشن كشركة الفيجن بتاعتها متوافقة مع تفكيري ومع الفاليوز بتاعتي. واخد بالك هنا من السبب اللي هم بيسيبوا الشغل عشانه وبيروحوا شغل تاني؟ يعني الفيجن احلى والفاليوز بتاعت الشركه، فانا عشان كده جايه لكم وسايبه الشركه الاولانيه اللي هي اصلا جيت هاب، يعني اللي هي مش ما كانتش شغاله تحت السلم يعني. ف ايه هي بقى الفيجن بتاعت نوشن دي اللي خلت اريكا تسيب شغلها عشانها؟ قال لك ان anyone in the world should be able to customize and even create the software they use every day. طيب انزل لي بالترجمه. قال لك ان اي شخص في العالم من حقه ان هو يكون قادر على انه يخصص. وراحوا واقفين عند يخصص دي، وقال لك لا، ده مش بس يخصص على مقاسه، ده كمان من حقه ينشئ. طب ينشئ ايه بقى؟ قال لك ينشئ السوفت وير اللي هو بيستخدمه بشكل يومي. واخد بالك من الكلام؟ عشان تدرك معنى كلامي ومعنى الفيجن بتاعتهم بشكل اكبر، هضرب لك مثال هتفهم منه يعني ايه السوفت وير اللي انت المفروض تكون بتستخدمه بشكل يومي. ايه هو السوفت وير اللي انت بتستخدمه بشكل يومي ده؟ انا مثلا صحيت النهارده واول حاجه عاوز اعملها هي اني اراجع قائمه المهام بتاعتي عشان اعرف هشتغل على ايه. طب انا بعمل ده فين؟ بعمله على سوفت وير. ايه هو السوفت وير ده؟ السوفت وير ده هو نوشن. طب بدأت في قراءة كتاب وعاوز اطلع منه نوتس واكتب انا وقفت عند صفحة كام واحتفظ بمعلومات عن الكتاب. هروح اعمل ده في نوشن. طب لو في كورس انا باخده وعاوز اكتب المعلومات المهمة اللي الانستراكتور بيقولها، هكتب المعلومات دي فين واحتفظ بيها فين؟ في نوشن. طب انا واحد عليا اقساط في كذا حاجة وباقات موبايل وانترنت وفواتير وكل حاجة ليها تاريخ تجديد مختلف عن غيرها، ومش حابب اكون متأخر عن حاجة او يضيع عليا حاجة، هعمل ده فين؟ وايه هو السيستم اللي هيفكرني؟ السيستم ده هو نوشن. طب انا هبدأ كتابة سكريبت فيديو معين عشان انزله الفترة اللي جاية على اليوتيوب. استخدم ايه عشان اكتب السكريبت واطلع افكاري؟ هستخدم نوشن. طب المحاضرة اللي حضراتكم بتتفرجوا عليها دلوقتي حالا دي ليها تحضير وليها سكريبت بيتكتب وافكار وهكذا. كل ده بيتحط فين؟ بعمله برضو في نوشن. وهكذا بقى. قيس على كده اي حاجة انت بتعملها في حياتك. اعتقد انت كده فهمت يعني ايه كلمة السوفت وير اللي انت بتستخدمه بشكل يومي. هي دي فكرة نوشن. بيديك القدرة على إدارة معظم بل وأغلب جوانب حياتك، وكل ده بكل سهولة. بل والأجمل كمان إن أنت اللي بتبني السيستم ده بإيدك أصلا. فبيكون في علاقة خاصة بينك وبين الشغل بتاعك، وبتكون ايموشنالي كونكتد بالحاجة اللي أنت بتعملها دي. ويعني دي تقريبا بالظبط هي فكرة ايكيا. لو حد فيكم اتفرج على فيديو كان المهندس احمد ابو زيد نزله من فتره، كان بيتكلم فيه عن ايكيا، هتلاقيه بيقول لك ان ايكيا مش الافضل من حيث الجوده
ولا الافضل من حيث السعر. ولكن ايه بقى اهم ما يميز ايكيا؟ قال لك ان هو الافضل من حيث تجربة المستخدم، بدءا من الفرع اللي الشوبينج فيه بيخليك في قمة المتعة ويخليك مش قادر تمشي غير لما تشتري، وانتهاء بفكرة ان هو بيديك المنتج بدليل ارشادات لتركيبه ويخليك انت تركبه بايدك وتمشي عليه خطوة بخطوة. هي دي بقى اللقطة، التجربة والرحلة والمتعة اللي انت بتوصل لها في نهاية الرحلة دي، ده بالظبط اللي نوشن بيخليك تعمله. مش بيديك سوفت وير يقول لك خد نظم حياتك هنا زي ما في سوفت ويرز كتير بتعمل كده، لا، هو بيديك الادوات اللي انت من خلالها بتقدر تصنع النظام المناسب ليك والمصمم خصيصا على احتياجاتك وعلى الشيء اللي يناسبك. النهارده انت راجل مدير، غيرك طالب، غيرك بيحضر ماسترز، في يعني فاريشنز كتير واختلافات كتيره في متطلبات الناس. ففكره ان انا اعمل لهم سوفت وير مخصص ليهم ده شيء يكاد يكون مستحيل. فهم هنا عملوا اللي اكبر بقى من المستحيل، ان انا ازاي اخلي كل واحد يبني السوفت وير الخاص بيه هو. فدي كده كانت الفيجن بتاعت نوشن. وطبعا في الاخر كلنا عارفين ان كل الكلام اللي اريكا قالته ده كلام فاضي، وان هي سابت الشغل في جيت هاب عشان زميلتها كانت بتنفسن منها ومكرهاها في عيشتها، ولقت زياده $200 في نوشن، فقالت طب وماله، نروح ونشوف الدنيا فيها ايه. تعالى بقى طيب نتعرف اكتر على نوشن. ايه هو بقى نوشن التنين المجنح اللي بيخلينا نعمل كل ده؟ نوشن هو ببساطة كده ويب ابلكيشن. يعني ايه ويب ابلكيشن؟ يعني تطبيق ويب، جوجل ترانسليشن. بتقدر تستخدم تطبيق الويب ده لو رحت على اي براوزر عندك وكتبت نوشن في شريط البحث فوق، او لو حملت التطبيق الخاص بيه سواء على اندرويد او على اي او اس الايفون بتاعك او ماك او ويندوز. ما بيحتاجش منك اي متطلبات عالية للكمبيوتر، بل بالعكس تقدر تتعامل معاه زيه زي اي صفحة ويب انت فاتحها. وكذلك تقدر تعمل كل شيء على نوشن باستخدام الموبايل عادي جدا من غير ما ترجع للكمبيوتر، ولكن الكمبيوتر بيسهل عليك الاستخدام شوية. وخلينا بقى نروح دلوقتي ونعمل اكونت على نوشن وناخد خطوة ناحيته كده وبعدين نرجع نكمل كلامنا. في لينك هبعته لكم دلوقتي في الشات بتاع الميتنج هنا. اللينك ده للناس اللي ما سجلتش في نوشن قبل كده يعني وما استخدمتهوش. هيفتح لك شاشة زي الشاشة اللي ظاهرة قدامك دي، بيقول لك تاد اكونت. اما بقى انك تعمل continue with جوجل فتخش بالجيميل بتاعك او بابل، او انك تكتب الايميل بتاعك. نوشن ما بيدكش اختيارات ساين اب وساين ان زي ما اي حاجه بتديك، لا هو جاست بس بيسيب لك حته الايميل. يفضل هنا ان انت لو عندك ايميل جامعي ان انت تدخل الايميل الجامعي بتاعك آه، عشان تعرف تاخد الباقه المدفوعه من نوشن ببلاش. هي الباقة المجانية كده كده كافية ليك لإدارة كل شغلك، أو يعني خلينا نقول 90% من شغلك، ولكن المدفوعة فيها مزايا أكتر هنبقى نستعرضها المحاضرة اللي جاية إن شاء الله. فدلوقتي لو تعرف إنك تدخل إيميلك الجامعي دخله في خانة الإيميل أو اعمل كونتينيو with جوجل وخلص. الناس اللي هتدخل الإيميل الجامعي هيبعت لها إيميل على إيميلهم ده. الإيميل ده بيقول لهم ساين أب وكاتب لهم كود كده. الكود ده اما ان هم ياخدوه كوبي ويحطوه في خانة الكود اللي ظهرت لهم في الصفحة اللي قبلها زي ما موجود قدامنا هنا في الصورة رقم 1، او ان هم بيدوسوا على الماجيك لينك اللي موجود بشكل ازرق، ده بيعمل لهم ساين اب مباشرة على طول. بعد الساين اب ده بيبدأ ياخدك على الصفحة دي ويلكم تو نوشن، وتبدأ تسجل اسمك وتسجل الباسورد اللي انت هتشتغل بيه بعد ما عملت الساين اب. طبعا الناس اللي هتعمل كونتينيو وذ جوجل مش هيطلع لهم الخانة دي، وهيطلع لهم على طول الصورة الرابعة دي. الصورة الرابعة دي بعد ما بتسجل اسمك والباسورد بيبدأ يقول لك how are you planning to use Notion. هو انت هتستخدم نوشن ازاي؟ هنا ما تحاولش تصيع عليه، يعني اللي هو عادي انا ممكن دلوقتي حالا بستخدم نوشن للتيم بتاعي، ولكن انا مش هستخدم باقة مدفوعة. فعادي هو انت بس جاست هو بيعرف منك الاختيار بتاعك عشان لو عنده اقتراح ليك يسهل لك بيه الامر ده، لكن مش هيأثر ده على اي شيء جوه في ادواتك ولا في استخدامك ولا اي حاجة خالص. فالاستخدام اللي انت ناوي تستخدمه حدده وخلاص. لو انت في الكلية اكتب فور سكول،
لو انت هتستخدمه استخدام شخصي لاداره مهامك اختار بيرسونال يوز، او لو هتستخدمه لاداره شغلك بشكل بروفيشنال فممكن تستخدم للتيم بتاعك. طيب دي كده ببساطه عمليه الساين اب على نوشن، مفيش اسهل من كده. جاست بس بتروح وتكتب نوشن وتعمل الخطوات دي، او تحمل الابلكيشن وتعمل كده. ده بكل بساطه. كده بعد الخطوات دي بقى عندك اكونت على نوشن. طيب ماذا بعد الاكونت بقى؟ اللي بعد الاكونت هو اللي احنا هنستعرضوه خلال الثلاث شهور اللي جايين، وهنشتغل عليه في الكورس بتاعنا. طيب انت دلوقتي واحد عاوز تعرف ايه هي الاستخدامات اللي ممكن تستخدم فيها نوشن بشكل شخصي. وشخصي هنا يعني استخدامات غير مهنية، استخدامات ليها علاقة فقط بإدارة حياتك انت الشخصية. اول استخدام ممكن تستخدمه لنوشن هو إدارة مهامك اليومية والأسبوعية. واللي انت شايفه قدامك ده مثال على تمبلت احنا بالفعل بنبنيه مع بعض خلال فترة الكورس، عشان نقدر نتتبع المهام الأسبوعية بتاعتنا وننظم حياتنا. التمبلت ده احنا في الدفعة الأولى بنيناه بعد ثالث محاضرة، ولكن في الدفعة دي وفي الدفعة اللي فاتت برضو هو اتأخر بناؤه للمحاضرات الأخيرة، لأنه متعلق بشكل كبير بأنظمة الإنتاجية اللي احنا بنتعلمها مع بعض. وده يمكن من بعض التطوير اللي حصل في الكورس، يعني إن أنا من بعد الدفعة الأولى ظهر لي انسايتس أكتر عن كل حاجة المفروض مكانها بالظبط يكون فين، وده من ضمن المنهجية اللي أنا بعتبرها من أهم شيء في الكورس ده يعني. طيب تاني استخدام ممكن نستخدم فيه نوشن هو استخدام البوك شيلف. هنا لو انت راجل قارئ او حتى لو مش قارئ وناوي تبقى قارئ، اصل هتروح مني فين، كده كده انت لازم هتقرا يعني. فساعتها نوشن بيوفر لك حاجه زي مكتبه الكتب، بل وافضل منها كمان. مكتبه بتلم تراب يعني، دي اكبر خواصها. يكفيني اقول لك انك انت بتاكد زرار واحده على الكتاب اللي انت حاطه في المكتبه بتاعتك دي، بتقدر تعرف انت بدأت في قراءته امتى، وفاضل لك فيه كام صفحه، وواقف فين فيه، ولينك للكتاب ده، ولينك للكاتب كمان على جود ريدز، وتقييم الكتاب وسعره وغيرها كتير من الخصائص بتاعت الكتاب. لغته، التايب بتاعه، الجنرا بتاعته. طب انت خلصته ولا لسه؟ طب هل انت ممكن تقرأه تاني ولا لأ؟ طب انت لو محدد ديدلاين معين ممكن تاخد كام صفحة في اليوم؟ كل الحاجات دي انت تقدر تحطها من ضمن خصائص الكتاب بتاعك. كل ده زي ما بقول لك كده بتكة زرار واحدة. وكمان بقدر اشوف جوه الملاحظات، يعني جوه الصفحة اللي انا بعملها دي بقدر اشوف ملاحظات وفوائد انا محتفظ بيها ومسجلها جوه صفحة الكتاب. كل المزايا دي واكتر منها بتقدر تحصل عليها باستخدام البوك شيلف في نوشن، وده احدى الاستخدامات الشخصية. ثالث استخدامه هو السبسكريبشنز تراكر، او متتبع الاشتراكات. وده اللي حرفيا هيصفي لك ذهنك بشكل انت ما كنتش تحلم بيه. متخيل انك ببناء الداتابيز دي بتقدر تنسى تماما اي مواعيد مدفوعات انت المفروض انك ملتزم بيها؟ طبعا كل ده في حالة ان انت معاك المقابل بتاع المدفوعات دي، ساعتها انت هتعرف تنساها. لكن لو ما معكش فانا مش هعرف احل لك المشكلة دي. فلو معاك زي ما قلنا بتنساها، وده لان ببساطه السيستم بيفكرك بيها على حسب الديدلاين اللي انت بتحطه قبل ميعادها بيومين وممكن باسبوع كمان لو عاوز انت. وبيبدا يقول لك فاضل كام في الميه على انتهاء الخدمه دي او الاشتراك اللي عليك ده، وسعر التجديد ايه عشان خاطر لو انت هتنساه. وكمان تقدر تحط لينك للتجديد لو هو تجديد ديجيتال، وهكذا. طيب رابع استخدام، وهو مش استخدام انا اللي عامله بصراحه، الاستخدام ده عمله شخص من خريجي الدفعه الاولى، كان اسمه المهندس احمد عبد الحكيم. وهو عباره عن ديجيتال وولت. والديجيتال وولت دي كانت ببساطه بتقدر انت من خلالها تعمل تراكنج لكل مصاريفك وحساباتك، وتعرف فلوسك رايحه فين وجايه منين، وحاله كل حساب من حساباتك، سواء بقى حسابك بنكي او حساب الوولت بتاعتك، او لو ليك فلوس بره عند الناس. هو عملها كبديل للموبايل ابلكيشن اللي هو كان بيقدم له الخدمه دي وبيضطر يدفع فيه باقه مدفوعه. فشاف ان نوشن اسهل له، وهو كده كده بيستخدمه بشكل يومي بعد ما بدأ يشتغل في الكورس. فقال لك طب وليه لا اعمل الديجيتال وولت دي؟ يعني حرفيا هو بعت لي التمبلت ده لما كنت بكلمه في الدفعه الثانيه عشان يخش يقول رأيه في الكورس. ففاجئني هو بقى بالمفاجأة اللذيذة دي.
خامس استخدام، وده ممكن يجيب نوعًا ما يعني مع طلبة الكليات، وده مثال لبناء الstudy planner. الstudy planner اللي قدامك ده أنا عملته من 4 سنين وأنا في الكلية، وكنت تقريبًا باعمل عليه كل حاجة، حرفيًا كل حاجة. أنت متخيل يعني إيه تحتفظ بمواعيد المحاضرات والسكاشن والكويزات والامتحانات، ومثلًا كل محاضرة تكتب جواها محتواها إيه، وتبيّضها جوّه السيستم ده برضه، ويبقى عليه كل مذاكرتك، وتيجي مثلًا في آخر السنة تقوم طابع المحاضرات دي في كام ورقة كده اللي أنت أصلًا كاتبهم بإيدك، وتشتغل عليهم سواء مراجعة أو غيره يعني. حرفيًا السيستم ده ممكن يغيّر نظرة شخص للكلية والدراسة عمومًا، من شخص كاره لحياته ولمذاكرته ولكل ده، لشخص بيستمتع أصلًا بتجربة المذاكرة دي. وأنا فعلًا يعني ندمت إن أنا بدأت أستخدمه من وأنا تقريبًا في سنة رابعة أو تالتة، يعني حسيت إن فاتني كتير في المذاكرة وفي تسهيلها بالنسبة لي، بما إني شخص منظم يعني أو بادعي إن أنا منظم. سادس استخدام معانا في الكورس أو معانا النهارده يعني في حتة الpersonal use، وهو الprojects tracker، وده اللي بتقدر منه تعمل تتبُّع لمشاريعك وأهدافك. ويعني عشان ما اخبيش عليك، اللي قدامك دي صفحة من سيستم كبير، يعني صفحة الprojects دي هي صفحة عندنا في سيستم، أو يعني بمعنى أصح هم 2 سيستم مدمجين بداخل بعض، وهم الPara والGTD. ال2 systems دول إحنا بنبنيهم سوا خلال الكورس بتاعنا، وبنتعلم مع بعض إزاي أصلًا بتحدد أهدافك الحياتية ومشاريعك، وإزاي تطلّع مهام من وسط المشاريع دي تشتغل عليها، وإزاي تكون شخص منتج أكتر وتحل معضلة كبيرة بتواجهنا كلنا، ألا وهي الmind clarity، إن أنت عندك عدم وضوح للرؤية وعدم وضوح بداخل عقلك، ومش عارف أنت عايز إيه بالضبط، ومش عارف أهدافك اللي جاية إيه. فبتقدر من خلال حاجة شبه كده، خلال يعني الsteps اللي إحنا بنمشي عليها في الكورس، إن أنت تزيل الغمامة اللي على عينيك دي، وتكون شخص عايش حياتك بوعي وثقة في قراراتك اللي مبنية على رؤية، مش ماشية بعشوائية. آخر استخدام شخصي هنستعرضه، وده مش آخر استخدام أنت ممكن تستخدمه، ولكن لضيق الوقت يعني، وهو بناء الCV بتاعك أو الresume. أيوه بالضبط. أنت باستخدام notion بتقدر تبني CV خاص بيك، يكون شكله professional جدًا، ويبان عند الشخص اللي أنت باعته له كأن أنت عندك web site يعني، ده لو كان هو ما يعرفش notion، أو حتى لو يعرف والله يعني صدّقني بينبهر إنك مستخدم notion استخدام جامد شبه ده. عايز أقول لك إن في شغلانة على Upwork اللي هو موقع freelance، أنا خطفتها باستخدام الCV اللي قدامك ده. أنا أصلًا ما كنتش عامل CV ليّا كراجل notion consultant وexpert، ولكن لقيت عميل باعت لي عاوز شغل كتير على notion، ومن ضمن طلباته في الوظيفة إن اللي هيقدّم على الشغل ده يبعت له CV بالشغل اللي هو عمله في notion، وكاتب إن هو يُفضّل يكون الCV ده مبني هو كمان على notion. فهو يعني الراجل برضه عايز يشوف الراجل اللي جايبه بيعمل إيه، وكل ما تكون بتستخدم notion بشكل أكبر، كل ما أكيد هتكون أشطر. فالكلام ده كان ليلة العيد اللي فاتت دي على طول، قعدت ساعتها من 11 ل02:00 لحد ما بنيته وكتبته بقى بالتفصيل حتّة، حتّة. فدي كده كانت أهم استخدامات notion اللي أنت ممكن تستخدمها بشكل شخصي على مستوى إدارة حياتك الخاصة. تعالَ بقى دلوقتي نروح نشوف إيه هي الاستخدامات الprofessional اللي أنت ممكن تستخدمها لnotion، أو يعني مش professional أوي، خلّينا نقول الاستخدامات المهنية أو اللي هي ليها علاقة بالشغل. أول الاستخدامات دي وهو الfreelancer operating system. الfreelancer operating system ده أنا بنيته في حوالي مثلًا ممكن تقول 5 أيام كده، طبعًا كان inspired وواخد reference من شخص تاني ضليع بقى في notion وعامل السيستم ده، بس هو بيبيعه يعني، بس إيه، بالنظر كده للفيديو اللي هو بيبيع بيه المنتج ده، قدرت يعني بفضل الله إن أنا أبنيه، والناس اللي معانا في الcourse كمان في الدفعة الأولى والتانية ما لحقوش يبنوه، بس في الدفعة الأولى قدروا برضه إن هم يشوفوا الفيديو ويحاولوا يشتغلوا عليه ويبنوه. هنا سواء أنت هتستخدم النظام ده ليك as a freelancer أو هتبيعه لعميل، ففي الحالتين أنت كسبان. أنا بِعته للعميل اللي أنا عملته له ب$250، والنظام ده حرفيًا جبار، يعني بيدّيك قدرة على الربط بين عملائك وبين مشاريعهم، والمهام المطلوبة للمشاريع اللي هم عايزينها منّك دي،
ومواعيد الميتينجز الخاصة بكل عميل، وكمان بتقدر تربط الشغل ده بشغل الحسابات وتعرف كل عميل مدفوعاته إيه والفلوس المتأخرة عنده إيه، وتقدر تعمل صفحة شغل بينك وبين العميل تتابعوا فيها تطور العمل اللي أنت شغال عليه، ويكون هو كمان مطلع على كل المستجدات دي. كل ده وأكتر موجود في النظام ده، واللي زي ما قُلت لك بنبنيه مع بعض في آخر الكورس block by block، وبيكون إحدى التاسكات والمشاريع اللي مطلوبة منكم. تاني استخدام بنقدر نستخدم notion فيه هو لو أنت مثلًا راجل شغال في السوشيال ميديا as يعني إن أنا راجل digital marketing، سواء لو أنت عاوز تدير المحتوى الخاص بيك أو الخاص بمكان أنت شغال عليه، تقدر تعرض الشغل ده يعني الكالندر دي تقدر تعرضها على startup بتاعة agencies إن هي تشتغل بيها عشان تدير المحتوى بتاع العملا بتوعها. هاضرب لك مثلًا مثال على نفسي أنا، الصورة اللي قدامك دي صورة من كالندر بتاعة شهر أغسطس اللي هو قبل اللي فات ده 2022، كنت عاملها لgym في إسكندرية، وكانت مبنية بالكامل باستخدام notion. وجوّه كل صفحة أنا باقدر أضيف تفاصيل المحتوى أو يعني زي ما بنقول الbrief بتاع الحاجة اللي هتنزل و والinsights بتاعتها، وكنا بنشتغل على الصفحة دي أنا والdesigner والvideo editor والcopywriter، إحنا ال3 على نفس الsystem وشايفين إحنا ال3 نفس الصفحة ونفس الشغل، وده اللي كان بيخلّي الشغل أسهل كتير وكل حاجة فيه واضحة. ويعني طالما ذكرنا المحتوى، فأنا باستخدم notion برضه لتجميع شغلي كله في database واحدة. بمعنى إيه؟ إن أنا باقدر أضيف أي حاجة بانشرها على السوشيال ميديا جوّه الdatabase دي، وبالتالي لو احتجت في يوم من الأيام إن أنا أعمل content curation أو إن أنا يعني بمعنى أصح أعيد استخدام أي قطعة من المحتوى اللي أنا نزّلتها قبل كده بشكل مختلف، بيكون ده أمر سهل عليّا جدًا ومش صعب، ومش مضطر عشان أعمله أرجع أقلِّب في الaccounts بتاعتي وأحتاس يعني معاها وكده. وأخيرًا باستخدام notion بتقدر تعمل documentation وresources sharing، والأمر ده هيفهموه بشكل أعمق الناس اللي اشتغلت بالفعل في شركات. يعني بيكون في ساعات كتيرة documents أنت بتحتاج تشاركها مع أكتر من قسم أو مع عدد كبير من فريق العمل، ولكن كل حد بصلاحيات مختلفة، وساعتها ما بيكونش وسائل التواصل وسيلة مناسبة لمشاركة أمور عمل حساسة زي دي. فهنا notion استخدامه للشركات بيدّيك القدرة إنك تبني work spaces، وجوه الwork spaces دي تحط فيها members معيّنين، بحيث إن أنت لمّا تshare حاجة معيّنة مع عدد معيّن من الأشخاص، تقدر تعمل ده بسهولة من غير ما السرية والخصوصية بتاعة الشغل ده تتأذي. ودلوقتي خلّينا نروح نتكلم عن اللي كلّنا داخلين الcourse عشانه، ألا وهو الفلوس. فخلّينا نبدأ أولًا بالسوق أو الmarket. هل في سوق لخدمات notion؟ المقصود بكلمة سوق هنا يعني مكان، أو هل الخدمة دي عليها عرض وعليها طلب والّا لأ؟ دلوقتي أنا هاوريك الأماكن اللي بتقدر من خلالها تعرض شغلك كراجل بتعرف تعمل شغل على notion، وهاوريك هل في عملاء والّا لأ. خلونا نبدأ أول حاجة بموقع upwork. upwork هو واحد من أشهر مواقع الfreelance على المستوى العالمي، والمنافسة فيه شرسة جدًا ومش سهلة. وبنتكلم في الsessions الأخيرة من الكورس عن Upwork وإزاي تشتغل عليه وتعرض شغلك وتتواصل مع عملائك بشيء من التفصيل الشديد يعني. وهنا زي ما واضح قدامك في الصورة اللي أنا سايبها لك على اليمين دي، عدد الشغلانات اللي أنا بفضل الله يعني عاملها هو 12 شغلانة بإجمالي earnings أكتر من $1000. ما تضربش في 30 وفي 40 وبتاع، ما كلّهم راحوا يعني. وده شكل بروفايلي على Upwork، والساعة زي ما أنت شايف ساعتي هناك في الموقع ب$35. وعاوز أقول لك إن ده كده يعني أنا سعري هناك أقل من المتوسط، في ناس بيعملوا نفس الشغل أسعارهم في الساعة بتقارب ال$100، بس طبعًا بسبب إن بروفيلاتهم أقوى وعندهم عدد jobs أكتر وحاجات كتير يعني كده مميزة لسه، إحنا شغالين عليها يعني. فهنا بعض الأمثلة من الشغل اللي على بروفايلي، وهتلاحظ في عناوين كل الشغلانات دي إن مطلوب فيهم notion بالاسم. looking to hire a Notion consultant for Notion consultant, Notion work, building by Notion, Notion وairtable, edit Notion timelines, Notion setup. فبالنسبة للعميل حتى Notion كمان معروف، بس العميل ما عندوش خلق إن هو يستخدمه. دلوقتي تعالَ نروح لFiverr
وده برضو من اكبر مواقع الفريلانس، ولكنه بيختلف عن ابورك في شيء، ان ابورك بيعتمد على ان العميل بينزل الشغلانه وانت بتخش تقدم عليها وتعرض له نفسك. هنا بقى العكس، يعني فايفر بيديك بروفايل، بتقدر تعتبر البروفايل ده كانه السوبر ماركت بتاعك كده، بتعرض فيه خدماتك لاي شيء انت بتعرف تعمله او تقدمه، والموقع بقى بيديك فرصه الظهور في البحث لما العملاء يدوروا على الخدمه اللي انت بتقدمها. فانا مثلا جبت لكم هنا سكرين شوت لصفحه البحث بعد ما كتبت فيها نوشن، وزي ما هتشوف هنا في عشرات الاشخاص اللي بيقدموا خدمات متعلقه بنوشن، وحاجات كلها مش هقول لك انت هتطلع من هنا بتعرف تعملها، لا انت هتطلع من هنا محترف في عمايلها كمان. وعلى قد ما هتلاقي ناس كتير بتقدم خدمات، لكن في نفس الوقت هتلاقي برضو ناس اكتر مشتريه الخدمات دي، بالرغم ان اسعارها بتتراوح من اول $5 وبتوصل زي ما انت شايف ل $100. وزي ما بيقولوا بقى ان اهل مكة ادرى بشعابها، فالصفحة دي انا جايبها لك من جوه موقع نوشن ذات نفسه، في شهادة كده بتقدم عليها من نوشن، وساعتها بيبعتوا لك لينك امتحان بيمسحوا بيك البلاط في الامتحان ده حرفيا يعني عشان يختبروك، ولو عديت ال 70% منه بيدوا لك لقب كده وبادج ان انت بتبقى سيرتيفايد نوشن كونسلتنت. وهم بيقولوا عن الشخص اللي هو سيرتيفايد نوشن كونسلتنت ده ان هو he can solve your business problems using Notion. يعني بيكلموا مديرين الشركات ومتخذ القرار في الشركات، بيقولوا لهم ان الكونسلتنت ده قادر على حل مشاكلكم المهنيه باستخدام نوشن. وده حرفيا اللي احنا في الكورس بنتعلمه مع بعض. وهنا زي ما انت شايف تحت على الشمال ان هو بيقول لك ان نوشن بيستخدم من اكتر من 50% من اكبر 500 شركه موجوده في العالم، ومنهم اوبر وادوبي واي بي ام واوراكل، ناس تقيله يعني قوي. وتعالى بقى مع بعض دلوقتي نستعرض افكار لخدمات ومشاريع احنا بنقدر نعملها وبنقدمها باستخدام نوشن. اول حاجه فكره الكاستمايز تمبلتس، ان انت بتقدر تبني تمبلتس مختلفه، سواء تمبلتس لاداره حياتك او لاداره مشاريعك او كتبك او مدفوعاتك او ما شابه. بتبني التمبلتس دي وبتبيعها، وبيكون سعر بيعها زهيد يعني، ولكن انت بتعمل كده عشان تكسب سوق ويكون عندك عدد من العملاء. بتجيب العميل وتدي له التمبلت ده مقابل انك تاخد ايميله، وتبدا بقى تسوق له خدماتك المدفوعه الاكبر، زي مثلا لو انت عامل كورس وهكذا. تاني حاجة إن إحنا بنقدر نبني بروفيشنال ويب سايت باستخدام نوشن، وفي أداة بنعرفها في آخر 2 سيشنز بتمكننا من إن إحنا نعمل ويب سايت بالكامل باستخدام نوشن. يعني خلاص بقى مش محتاج أنا ويب ديفلوبر يجي يعمل لي الويب سايت، لا أنا بستخدم نوشن وببني عليه الويب سايت بتاعي كله، وبقدر أحوله إن هو ما يبقاش بيلوك لايك إن هو صفحة نوشن، ولكن بيلوك إن هو ويب سايت فعلا. ثالث حاجة هي فكرة الأوبريتنج سيستمز والورك فلوز. وزي ما انت شفت السيستم بتاع السوشيال ميديا او السيستم بتاع الفريلانسر اللي احنا هنعملوه مع بعض، ده بيكونسيدرد از ان هو من الاوبريتنج سيستمز اللي انت بتقدر تبنيها باستخدام نوشن. والحاجات دي يعني بتتباع لناس تقيله فعلا في اماكنها، يعني مش اي حد بيجي يقول لك اعمل لي اوبريتنج سيستم. الفريلانسر اللي انا عملت له الاوبريتنج سيستم ده كان راجل توب ريتد على اب وورك، وعايز ينظم شغله لان هو بيجي له في اليوم اكتر من 50 ريكويست. فكنا ازاي هنقدر ننظم حاجه زي كده وننظم التيم اللي هو شغال معاه وكل الحاجات دي، غير باستخدام اداه قويه وفي نفس الوقت استخدامها سهل، زي ما بيسموها كده السهل الممتنع يعني. رابع حاجه ان احنا بنستخدم نوشن لعمل الدوكيومنتيشن. وانت بتقدر تبيع للشركات الفكره دي، ان مثلا بتجي لك شركه تقول لك انا دي التيرمز بتاعتي ودي البوليسيز بتاعتي والخدمات اللي انا بقدمها وكل حاجه بتخصني، وانا عايز انظم كل ده على بلاتفورم واحده، والبلاتفورم دي هي نوشن. فساعتها انت بتقدر تعمل حاجه شبه كده. خامس حاجه وهي فكره الاوتوميشنز، زي ما اتكلمنا في السيستم بتاع البيمنت او المدفوعات، ان انت بتحط الحاجه واوتوماتيكلي بيجي لك سواء ميعاد تجديدها او ميعاد الدفع بتاعها. وبتقدر تشتغل سي مثلا على سيلز سيستم، ان انت لو عايز تحدد انا في عميل عايز اكلمه كمان 5 ايام، تقدر تستخدم نوشن في الحاجات دي. ونوشن اتطور كمان للناس يعني اللي معانا دلوقتي من الدفعات السابقه. كفكره الاوتوميشنز بدات الداتابيزز يتضاف فيها اوبشن كامل اسمه اوتوميشن، ان انت دلوقتي بقيت لما تغير حاجات جوه الداتابيز
بقى بيتغير على اساسها حاجات تانية. طبعا في ناس ممكن ما تكونش مستوعبه انا بقول ايه، بس يعني ده اوبشن جديد كده هنبدا نشرحوه في الكورس معاكم لاول مره. سادس استخدام هو فكره الاي بوكس. فكره الاي بوكس هو يعتبر منتج من المنتجات اللي انت بتبيعها، مش خدمه بقى. ان انت مثلا بتعمل منتج او اي بوك بيكون صغير، بيتراوح من 10 ل 15 20 30 صفحه، بتشرح فيه حاجه صغيره في نوشن، ولكن البرودكتس دي بتلاقي رواج كبير جدا، وخصوصا على مواقع زي تويتر. دايما الناس بتكتب مثلا بيس اوف كونتنت كده محترمه، تسوق بيها للاي بوك ده عشان تجيب الداتا بتاعت العميل في المقابل، وزي ما قلت لك تبدا تبيع له. تعمل بقى اي بوك مثلا اللي هو ايه، هاو تو يوز داتابيز لايك ان ارتست في نوشن وهكذا، وتبدا تحط عناوين جذابه كده، وتحط فيها المحتوى اللي معظم الناس عارفاه، ولكن بشكل مختلف شويه، وتحط تركايه او تبايه يكون ناس كتير مش عارفه عنها يعني. آه، سابع حاجه وهي الكونسلتيشنز. ان في ناس بتيجي تطلب منك بالفعل ان انت تقدم لهم كونسلتيشن في نوشن. يعني لو حد منكم قرا البوست بتاع ان انا رفضت الشغل في السعوديه، الراجل كان من ضمن البروسيس بتاعه المفاوضات اللي كانت بيني وبينه، يعني عشان السالري اللي انا كنت طالبه منه كان هو شايفه عالي شويه. فكان بيقول لي ان والله لولا الميزانيه بتاعت الشركه، ولولا ان هو مهتم جدا ان هو يعيني انا شخصيا، بيقول لي كنت هبعت لك شخص كامل باقامته بكل شيء، وادفع لك حق شهر كامل عشان يقعد يتدرب تحت ايدك، وياخد المعلومات الخاصه بنوشن دي، وبعد كده يرجع يشتغل معايا بيها. فهي دي تعتبر حاجه شبيهه بالكونسلتيشن كده، يعني اللي هو ايه، ان انا هدي استشارات في حاجات معينه، واكون بعمل حاجه بسيطه، مش لازم اشتغل على السيستم وبنائه من الصفر، ولكن حد بس يستشيرني في خطوة معينة. ودي طبعا بتيجي من تعمقك في البرودكت نفسه بتاع نوشن، ومذاكرتك فيه، وفهمك لكامل تفاصيله. آخر حاجة هي فكرة الكورسز والويبينارز. ودي طبعا يعني مش محتاج اقول لك ان هي شبه اللي انت بتحضره دلوقتي ده. انت بتحضره ده دلوقتي كورس مبني على فكرة نوشن. بكرة ان شاء الله انت لما تفهم وتتعمق فيه، تقدر انت كمان تعمل المنتج الخاص بيك، وتقدر تبيعه وتكسب من وراه. دي كده كانت اشهر الاستخدامات اللي احنا بنستخدم فيها نوشن. وقبل ما ندخل على الفقرة اللي جاية، عشان انت يعني بنسبة 95% بعد اللي هتسمعه من اول اللي جاي لاخر المحاضرة احتمال كبير تشتري الكورس، فخليني اقول لك النصيحة دي. بيقول لك learn out of curiosity and thirst for knowledge, then you will unlock your true potential and discover a world full of opportunities. طيب، الراجل الكبارة ده اللي هو انا، يعني الكود دي انا اللي كاتبها مش جايبها من حد. الراجل ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك اتعلم من اجل الفضول للعلم والتعطش لتحصيله وتحصيل المعرفة. ساعتها هتبقى كأنك عملت شفرة شبه بتاعت جاتا كده، شفرة فكيت بيها الآفاق بتاعت عقلك، وهتلاقي العالم كله بقى عبارة عن فرص موجودة بس عشان تخدمك انت. ده تشبيه طبعا. ويمكن اقرب مثال ممكن اقرب لكم بيه الصوره دي هو الكورس اللي انتم بتسمعوا منه السيشن دلوقتي. الكورس ده لما بدأ من 5 سنين بدأ بواحد مفيش حاجه في دماغه غير ان هو عاوز يتعلم الاداه دي ويتقنها، وازاي يقدر يطوع الاداه دي لبناء اي حاجه ممكن تسهل عليه حياته، سواء الشخصيه او المهنيه. يعني حرفيا كنت مثلا في المهام الاداريه اللي كنت بستلمها في شغلي، اقعد ادور كده، طب انا ازاي اسهل على نفسي الحاجه الفلانيه دي باستخدام نوشن؟ طب انا ازاي اطلع الاستاتستكس اللي انا عايزها دي باستخدام نوشن؟ طب انا ازاي اخلي فيه الموضوع اوتوميتد اكتر باستخدام نوشن؟ بمرور الوقت وبالاستمراريه في التعلم والبناء والاكتشاف والتدوير وهكذا، النهارده بفضل الله انت قاعد معايا وبتسمع مني عن المحتوى ده، وانا بفضل الله برضو قادر اجاوبك على اي سؤال يخطر في بالك عن الماده دي. فقبل ما تدخل الكورس يا ابن الحلال، وقبل ما تحول لي فلوسه ولا تعمل اي حاجه، انا ما بقدملكش وعد بالشغل بعد الكورس، ولا بقدم لك وعد بتحقيق مكاسب ودولارات زي اللي انا وريتها لك عندي، ولكن انا واحد معايا الخريطه، ومعايا المكان اللي احنا رايحينه على الخريطه. الوجهه هي اللي انا وريته لك من شويه، ان انا حققت ربح وربح كبير عن طريق نوشن، وما زال الباب مفتوح ومستمر بفضل الله. ووريتك ناس كتير كمان بتعمل كده، ووريتك ان انا كان بيجي لي فرص وسفر وفول تايم لمجرد بس ان انا بعرف استخدم نوشن. اما عن الخريطه فهي ان انا مش هخلي معلومه واحده انا عارفها وهبخل عليك بيها، بل بالعكس،
أنت بنفسك هتيجي آخر الكورس تقول اللي أنا دفعته ده ولا حاجة قصاد اللي أنا اتعلمته. البيع ده بقى، وإن أنت تبيع خدماتك أو ييجي لك فلوس من خلال الكورس ده والشغل بيه، ده رزق ربّك ليك، وسعيك هل هو صحيح والّا لأ، وهل طرق بيعك صح والّا لأ، وتسعيرك صح والّا لأ، كل ده هو اللي هيحكم الموضوع ده. فالعوامل دي كلّها إحنا بنتكلّم عنها بشيء من التفصيل كبير جدًا في الsessions الأخيرة، اللهم قد بلّغت، اللهم فاشهد. دلوقتي دول بس يعني إحنا الcourse عندنا لحد الدفعة التانية كان معانا 85 شخص، فمن ال85 شخص بس في 3 أو حاجة هيتكلّموا، ال3 دول هم إيه، إحنا كل مرّة كده كل دفعة عملناها من المرّة اللي فاتت دي، بنبعت لمجموعة من الناس والله يا جماعة لو عايزين تتكلّموا خشوا قولوا رأيكم بكل صراحة. أول شخص هو مش هيتكلّم للأسف لمشغولياته، هو دكتور إسلام عبد المقصود، هو دكتور في كلية الهندسة جامعة إسكندرية وهو من الناس المشهورة يعني. الدكتور كان من أول 10 أشخاص اشتروا الcourse من الدفعة الأولى يعني، وبصراحة يعني دي كانت من الأشياء الصعبة عليّا جدًا، لإن هو كان دكتوري في الجامعة في يوم من الأيام، كنت باحضر معاه محاضرات، ففكرة إن هو بقى يبقى قدّامي فكرة إن هو يكون قدّامي وهو اللي يسمع منّي دي كانت حاجة مصعّبة الموضوع عليّا جدًا. تاني شخص هو مِس أسماء عبد الله. أسماء كانت معانا من الدفعة الأولى برضه، وهي بصراحة من الشخصيات الرائعة يعني، اللي كانت بتدّينا feedback بشكل جميل جدًا، حضرت معانا أجزاء من الدفعة الأولى، حضرت معانا في الدفعة التانية، والله باتمنى تحضر معانا الدفعة التالتة. أسماء عاوزة تتكلم معاكم في عجالة كده عن الكورس وعن تجربتها مع الكورس، فتقدري تفتحي المايك يا أسماء وتتكلمي لو موجودة. مساء الخير. زي الفل. تمام. تمام. أنا باشكر حضرتك جدًا على الكلمتين الحلوين دول، يعني أنا يعني أقل من كده بكتير، وأنا مش حاسة إن أنا أصلًا الشخص اللي كان مجتهد زيادة لدرجة كده، بس أنا باشكر حضرتك جدًا يعني. تسلمي. طيب أنا أسماء عبد الله خريجة آداب English. تمام. أنا عايزة أكلمكم شوية عن تجربتي في الكورس، وأنا ليه ممكن أرشحه لحد، وفي الآخر هاقول لكم شوية نصايح إن شاء الله للناس اللي هي هتكمل. طيب في البداية أنا كنت شايفة notion ده حاجة معقدة جدًا، وكنت مش يعني جرّبت إن أنا قبل كده أستخدمه وكنت شايفاه صعب واتقفلت منه وقُلت أنا يعني مش هاجرّبه تاني، ومش فاهمة أصلًا إيه استخداماته أو إيه أهميته. وبعد كده لمّا شُفت الباشمهندس قال إن هو هيعمل كورس، قُلت لمّا يعني أجرّب، بس أنا ما كنتش حاطة أي expectations بصراحة. آمم الحاجة التانية إن أنا حد مهتم أوي بالتنظيم وبالإنتاجية، ومع ذلك أنا ما باعرفش أعمل كده، وما باعرفش أنظّم لا حياتي ولا أنظّم وقتي ولا أنظّم أفكاري أصلًا. يمكن هي دي الحاجة اللي هي كانت بالنسبة لي أحسن حاجة أنا لقيتها في الكورس هنا. لمّا قدّام إن شاء الله تكمّلوا هتعرفوا إزاي تبنوا يعني أنظمة معقّدة فعلًا، بس هي يعني effective جدًا في حياتكم زي بارا وGTD. أنا حاليًا ممكن أقول إيه الحاجات البسيطة اللي أنا باعملها باستخدام الكورس يعني، علشان تبقوا برضه إيه، معايا على أرض الواقع. في حاجة task صغنونة كده إحنا بناخدها اسمها bookshelf. إحنا بنعمل بيها مكتبة الكتب اللي هو الباشمهندس قايل لكم عليها. الحاجة دي ساعدتني فعلًا جدًا إن أنا أنظّم مذاكرتي، وإن أنا أطوّر مذاكرتي، لإن أنا ما كنتش يعني الدنيا كانت سايحة في بعضها كده، ما كنتش باعرف أصلًا أذاكر كمذاكرة لأي حاجة في الدنيا يعني. فال ال ال برغم بساطة الtask دي، بس هي كانت مفيدة بالنسبة لي جدًا في حياتي. والحاجة التانية اللي هي subscription tracker، لإن برضه أنا الدنيا كلّها كانت سايحة في بعضها، ولا عارفة فواتير ولا عارفة أي اشتراكات online أنا فيها أو كده. الموضوع فعلًا، فعلًا كان مفيد. آمم الحاجات بقى اللي أنا يعني شايفة إن هي بتميّز الكورس ده أو أرشّحه لحد ليه. أول حاجة عشان هو شامل كل حاجة، يعني الباشمهندس ما شاء الله مغطّي كل حاجة في الكورس. هتطلعوا منه مش محتاجين تتعلموا حاجة تانية عن notion. والحاجة التانية إن هو دايمًا في update في كذا حاجة، في update في طريقة الشرح، يعني الباشمهندس بيطوّر وبيغيّر كتير في طريقة شرحه، وفي التاسكات، يعني أنا باحس إن هي كل دفعة بتبقى أصعب من اللي قبلها، بتبقى شاملة كل حاجة أكتر.
والحاجة الثالثة إن أي جديد بينضاف في نوشن الباشمهندس بيعرفنا فيه دايما، يعني بيعرفنا دايما بيه في أثناء الشرح. وحاجة كمان مهمة جدا جدا، المتابعة في التاسكات، يعني كواليتي المتابعة نفسها. يعني أنا مجربة أكون في كورسز قبل كده تكون لايف زي ده، وبصراحة أنا ما شفتش أبدا كواليتي متابعة كويسة بالشكل ده. دايما بيكون في اهتمام ان احنا خلصنا التاسكات او لا، ان احنا اتنفذت بشكل كويس او لا، والكلام ده يعني. ومن احلى الاضافات بقى اللي هي انضافت للكورس ده هي استاذه هند. يعني انا بشكرها جدا وممتنه جدا لوجودها. هي ما كانتش في الدفعه الاولى، لسه كانت موجوده من الدفعه الثانيه. بصراحه هي يعني خلت الكورس ده يبقى كامل متكامل. ده بعد إذن الباشمهندس يعني حطك الأساس طبعا. بس أستاذة هند كانت أحلى إضافة للكورس. آخر حاجة عشان ما أطولش عليكم، أنا عايزة أقول كام نصيحة للناس اللي هي هتكمل إن شاء الله. أنا كنت في الدفعة الأولى وجيت قبل نص الكورس كده وقفت. فأول نصيحة عايزة أقولها إن هو الكورس ريتش جدا في معلوماته. بالرغم من سلاسة الشرح، يعني احنا بنقول ان الشرح بسيط والشرح سلس والكلام ده كله، بس يعني الكورس مليان معلومات مليان معلومات، وانا ما كنتش مواكبة او يعني متوقعة ان الموضوع هيكون ايه، محتاج مذاكرة كده يعني. ده المشكلة كانت من عندي انا. فعلشان كده انا جيت قبل نص كورس وبقيت خلاص مش عارفة اكمل، لان انا اللي ما كنتش بذاكر بصراحة. فدخلت الدفعة اللي بعدها ومشيت من الأول بقى. ذاكرت من الأول، فادوا للكورس وقته. هو مش عايز حد متفرغ تماما، ولكن عايز ياخد حقه ووقته في المذاكرة. وده برضه هياخدنا لحاجة تانية، النصيحة التانية اللي هي الحضور. حضور السيشنز مهم جدا جدا، علشان هتلاقوه خفف عنكم في المذاكرة كتير. بدل ما تيجوا تسمعوا الكلام لأول مرة، لا انتوا اوريدي سامعينه. بالعكس هتعرفوا ايه اللي سقط منكم، إيه اللي انتوا لا مش حاسين ان دي الطريقة اللي انتوا فهمتوا بيها، فهتبدأوا تروحوا تسألوا وتفهموا أكتر. تالت حاجة التاسكات. التاسكات اوعوا حد يهمل اي تاسك، لان التاسكات هي اللي هتثبت المعلومات اللي انتوا عرفتوها، وهتوضح لكم ايه الاجزاء اللي انتوا ما فهمتوهاش، فتبداوا تسالوا الدعم اللي هو الباشمهندس او استاذه هند. يعني هتبداوا تحسوا ان انتوا ناس كرييتيف في التاسكات. يعني هتلاقوا مثلا لا انا دي مش عاجباني مش عايزه اعملها كذا، هتروحوا تعملوا انتوا صفحه تانية تعملوا فيها اللي عاجبكم، وانا كنت بعمل كده بصراحه. واخر حاجه طبعا الاسئله. ما تترددوش ابدا ان انتوا تسالوا عن اي حاجه. اي حاجه يعني واقفه معاكم. انا بصراحه انا مش حد بيحب يسال خالص، بس استاذه هند وباشمهندس ناس يعني فريندلي وبيحبوا يساعدوا، وبيجاوبوا على طول على اي اسئله حتى لو كانت صغيره او اسئله ممكن تفتكروها انها بسيطه يعني. واخر حاجه خالص انا عايزه اقولها ان يعني احنا كتير قوي متفقين على كده ان قيمه الكورس بصراحه يعني اكتر بكتير من السعر اللي هو ده يعني هو يستاهل كتير جدا على قيمته وعلى المحتوى وعلى المعامله. لان يعني يعني انا زي ما قلت لكم انا مجرب كورسات كتير جدا. دي كانت احسن حد بيتابع او احسن معامله، ذوق منتهى الذوق ومنتهى الاحتر- الاحترافيه. فانا اصلا بشكركم جدا، يعني بشكر القدر ان خلاني اعرف كورس زي ده. وبشكر باشمهندس عبد الرحمن على امانته وعلى شرحه الجميل. وبشكر استاذه هند على متابعتها وان هي استحملت اسئله كتير يعني مزعجه. وبس يعني. والله يا اسماء، انا بشكرك بشده يعني على كلامك ده يعني. ماشي. انا مش عارف اقول لك ايه بس والله ده كله من ذوقك، والحمد لله ان احنا كنا عند حسن ظنك. ويعني انت حرقتي لي المفاجاه اللي انا عايز اتكلم عنها بتاعت هند. بس ماشي اصلا يعني انا انا برضو ايه هفضل ساكت لحد وقت المفاجاه. آه، بس انا بشكرك والله جدا، الف شكر ليك. ده تاني حد، مستر محمد حمزة. هو سيلز ايجنت وكورس كوردينيتور. هو للاسف ما قدرش يقول الفيدباك بتاعه فبعته لنا، يعني ما عندوش وقت يقوله فبعته لنا في رسالة.
هو بيقول الكورس كان عظيم جدا، وانا كنت على طول تايه مش عارف اعمل ايه سواء في شغلي او على الصعيد الشخصي، لحد ما حضرت مع عبد الرحمن اللي عرفنا على نوشن، اللي تقدر تنظم عليه اي حاجه. واللي كان غير متوقع بالنسبه لي ان الباشمهندس يتكلم عن الانتاجيه وازاي نحسنها، وده طبعا مفيد جدا لاي حد طموح وعنده اهداف بيسعى وراها. من خلال الكورس ده انا عملت اكتر من سيستم فادوني كتير. اهم واحد فيهم هو عباره عن كورس مانجمنت سيستم لتنظيم واداره الدورات اللي بنقدمها، اللي هو بيقدمها يعني في مكانه. لو قعدت من النهارده لبكره اتكلم عن قد ايه الكورس ده مفيد جدا مش هدي الكورس ولا المجهود اللي اتحط فيه حقهم. حابب اشكر الباشمهندس، والله الشكر لله يا محمد، على الدورة الرائعة، وأستاذة هند على الدعم اللي كانت بتقدمه على مدار الكورس وبعده. وإن شاء الله تكون الراوند دي من أحسن من اللي فاتت، وتبقى الاستفادة أكتر وأكتر. طبعا هو بيقول أحسن من اللي فاتت لأن الراوند اللي فاتت دي يعني الأقدار كلها اجتمعت فيها. يعني مش عارف أنا الراوند اللي فاتت دي بقيت أب الراوند اللي فاتت، وعملت كارير شيفت الراوند اللي فاتت، وحصل فيها بلاوي كتير يعني، الله الحمد لله على كل شيء. ف الريفيو ده كان من مسز غادة خالد. هي طبعا بعتت الريفيو ده في الدفعة اللي فاتت، وانا بقى ما رضيتش اشيله النهارده لسبب بقى، لان هي بعتت لنا وطلبت تحضر معانا بقى الدفعة دي. فانا قلت بقى ايه، اسيبه لها واسيبه بقى لو هي عايزة تتكلم كمان وتقول رأيها في الكورس، فهي ممكن تتكلم يعني. حضرتك معانا يا استاذة غادة صح؟ عايزة تقولي رأيك كده سريعا للناس؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ ازي حضرتك؟ آه، معلش على الصوت، انا عيانه شويه بس. لا لا، ألف سلام آه عليك. الحمد لله. بجد الكورس انا كنت في السيشن الاولى. الكورس بسم الله ما شاء الله ممتاز جدا جدا جدا. يعني انا حد من النوع الموسوس شويه. حتى انا بقى كنت اول مره بعت الباشمهندس وقلت له طب يعني نوشن انا شفته على جوجل على اليوتيوب كتير، طب انا على اليوتيوب هستفاد ايه؟ يعني ايه الفرق من عند حضرتك من المجاني؟ فبصراحة الفرق كبير جدا جدا ومختلف، وكفاية وجود الباشمهندس معانا، حد منظم جدا، ما فيش معلومة بيفوتها، ما فيش سؤال الأداء اللي احنا ما فهمناش يجيبه لنا مثلا فيديو او حاجه، يعني يوريه لنا عملي برضه. وعشان كده انا قلت لا، انا لازم بقى اخش الشنز الجديده واشوف ايه الجديد بقى. اتابع كده ايه الجديد وارجع برضه كده الذاكره معايا، وكده كلنا نبقى زي الفل وكلنا نجيب دولارات كتيره قوي. ان شاء الله، ان شاء الله. نورينا والله يا استاذ ادم. طيب اخيرا المس هند، الشخصيه العظيمه اللي الناس كلها بتتكلم عنها وبتشكر فيها اكتر ما بتشكر فيا، حقهم بصراحه يعني. مس هند هي البروجكت مانجر بتاعت الكورس، وهي مدققه لغويه ومنسقه كتب. وهي كانت معانا في الدفعة الأولى كطالبة، ولكن مجهودها اللي حصل وهي طالبة، وقد إيه هي كانت حريصة على نفع الناس وعلى الرد على أسئلتهم وعلى مساعدتهم حتى وهي يعتبر في الليفل المساوي ليهم، كان ملفت للنظر بشكل كبير جدا بصراحة. عشان كده أنا يمكن من قبل ما أنهي الراوند الأولى كنت اتكلمت معاها وطلبت منها إن هي تكون معايا في الكورس وتساعدني. وبصراحة يعني هي فاقت توقعاتي بشكل أكبر بكتير، وأكتر من اللي أنا كنت مستنيه. طبعا يعني هند لو قعدنا نتكلم عنها من هنا لبكرة احنا مش هنوفيها حقها يعني. بس انتوا هتقابلوها وهتتعرفوا عليها في خلال فترة الكورس، وهتشوفوا هي قد إيه بتساعد بكل حب وحقيقي حقيقي من الشخصيات الرائعة اللي هتقابلوها وهتتعاملوا معاها. فحاولوا تستغلوها بقى جدا وتستفيدوا منها قد ما تقدروا. هي متعاونة، هترد على أسئلتكم، هتساعدكم لو في حاجة شاكة فيها ولو 1%، هترجع لي وتتناقش معايا قبل ما ترد عليكم. فهي حد قمة في الأمانة بصراحة،
ونقلت الكورس زي ما انتم سمعتوا من اسماء كده، نقلت الكورس 180 درجه. يعني اسماء كانت في الدفعه الاولى والثانيه، فاسماء شافت قد ايه حصل فرق في المحتوى وفي الوضع ما بين الدفعتين يعني. فانا مش هخلي هند تتكلم بقى النهارده، عشان ايه؟ هند طبعا شهادتها بقت مجروحه خلاص عشان هي معانا في الكورس، فهتتكلم بقى معاكم في الشات بقى في السبورت بتاعنا. طيب، ايه هي الخطوات اللي جايه من الكورس، وايه هو الاوتكم المتوقع يعود عليكم؟ اولا، ان انت هتحصل على فهم كامل لكل حاجه بتخص نوشن، سواء فيتشرز او كابابيلتيز، من خلال كورس تفاعلي. وانا حريص دايما ومصمم، بالرغم ان احنا كنا خلاص هننقل الكورس لحد اخر لحظه هننقله الكورس مسجل، الا ان لقيت ان لا، انا بدات الفكره دي وانا مؤمن بحاجه معينه، ان انا عايز اقدم الحاجه للناس ابديتد لحد اخر لحظه. فعشان كده انا شايف ان المنهجيه اللي انا عاملها وان الكورس ابديتد بالشكل ده، هو ده اصلا اللي انا ببيعه، مش نوشن نفسه. نوشن المحتوى بتاعه مالي النت حرفيا، ولكن ديستراكتد وما فيهوش منهجيه ومش ابديتد. فده اللي انا بقدمه النهارده. وان انت هتقدر تعرف بالظبط ازاي تستخدم الداتابيزز والريليشنز والرول ابس. كل دي حاجات جوه الداتابيزز كده، ولكنها بتعمل اشياء خارقه. هتعرف تتعلم وتستخدم نوشن اي اي بتاع الذكاء الاصطناعي، وتستخدم كل الادفانسد فيتشرز اللي نوشن بيقدمها. هتقدر تطبق اللي انت اتعلمته ده عشان تبني بيه انظمه لنفسك تنظم بيها حياتك وتسهلها، سواء الحياه الشخصيه او المهنيه. هتقدر تبني أنظمة معقدة وتبيعها لناس أونلاين إن شاء الله لو ربنا رزقك. هتقدر كمان تبني البورتفوليو الخاص بيك على نوشن من خلال المشاريع اللي انت هتبنيها معانا في الكورس، واللي هي بالمناسبة مش قليلة إطلاقا، واللي انت هتخلصها ويبقى معاك حرفيا بورتفوليو قوي جدا. وأخيرا هتقدر تبني البروفايلز بتاعتك على مواقع الفريلانس، وده الجزء اللي هو يعتبر سيلز شوية بعيدا عن التكنيكاليتيز بتاعت نوشن، ولكن ده برضو انا بعلمه لك في الاخر. من طبيعه شغلي از راجل يعني ايه شغال في الديجيتال ماركتنج وفي السيلز وكده، فعندي بفضل الله خبره فيه شويه، فهقدر اديك تيبس وتريكس تنفعك. أه هتعرف ازاي تقفل ديل مع عميل، وازاي تجو ثرو البروجكت مع العميل ده، وازاي تكون على قدر الثقه اللي هو حطها فيك، وتقدر تلبي له الاوتكمز وتحقق الاوبجكتيفز اللي هو عايزها منك. واخيرا هتحصل على دعم كامل مدى حياتك باذن الله، ومدى حياه هذا المنتج اللي هو الكورس. في اي وقت واي دفعه حابب تنضم ليها في المستقبل، تقدر تنضم ليها عادي بمجرد انضمامك للدفعه دي. زي ما معانا دلوقتي ناس بينضموا للدفعه الثالثه وهم من الدفعه الاولى. وكمان بتقدر تحصل يعني تشوف كل الكونتنت اللي بينزل للدفعات اللي هتخش بعد منك. حتى لو مش عايز تشارك الكورس بالكامل، او عايز تشوف بس حاجة بسيطة، بتقدر تحصل على ده بسهولة ان شاء الله. الكورس نفسه بيكون فيه شوية نظام كده، هيكون اكبر بكتير ان شاء الله خلال الدفعة دي. ان هو بيكون التقييم بتاعه في النهاية 50% من تقييمك في الكورس ده. احنا ان شاء الله يعني ناويين ان احنا نصدر شهادات للناس، طبعا يعني مش شهادات معتمدة ولا حاجة، ولكن شهادات بحضورك للكورس. 50% من تقييمك بيقف على البروجكتس اللي احنا بنطلبها منك از تاسكس وانت بتعملها. كل بروجكت بيتراوح ما بين 10 بوينتس و20 بوينتس، وفي الاخر خالص بيخش بنسبة 50% في التقييم. 30% من تقييمك بيكون على شكل كويزز. الكويزز دي ان شاء الله هتستلمها بشكل اسبوعي، هتحلها وهتخش ب 30%. 10% هيكون على حضورك لللايف سيشنز. بعد كل سيشن احنا بنعمل اكسبورت للاتندنس ريبورت بتاعنا، وبنشوف الناس اللي حضرت وقت قد ايه، ومن وقت المحاضرة بيتقسم وقتك على وقت المحاضرة، ونشوف نسبة حضورك وبتاخد تقييم على ده. ولكن طبعا هو داخل ب 10% بس، عشان خاطر انا مش هدفي الاساسي انك تحضر قد ما هدفي انك تتعلم وتعمل البروجكتس وتحل الكويزز بشكل سليم. واخيرا اخر 10% هم مبنيين على التفاعل بتاعك معانا، سواء من خلال البوت او على يعني خلال السيشن واسئلتك، وهل انت موجود معانا اصلا وعايش معانا في الكورس ولا لا، اللي هم يعني درجات السلوك زي ما بيقولوا كده. طيب، اخر حاجه خالص وهي سعر الكورس.
الكورس بتاعنا ده تسعيرته اللي انا كنت حاططها في الاول خالص هي 1500 جنيه او $50 يعني. ولكن يعني نظرا لان كنت لسه ببدا، فبدا من اول دفعه السعر يتزايد واحده واحده. الخصم يعني بدا يقل اللي انا كنت عامله. فالنهارده السعر بتاع الدفعه الثالثه بخصم 60% هو 599 جنيه. والنهارده بس لحد الساعه 12 بالليل الناس اللي حضرت معانا السيشن تقدر تاخد الكورس ده ب 550 فقط لا غير. ومن بكره ان شاء الله الكورس هيرجع تاني سعره 599 لحد اخر الاسبوع اللي جاي. وساعتها هنقفل باب الحجز في الكورس ومش هيكون في حجز تاني خلاص، وهنبدأ الدفعة يوم الجمعة اللي جاية بإذن الله. اللي قدامكم دي طرق الدفع الممكنة كلها: انستا باي، فودافون كاش، يو ان بي، اي والت، وي باي. لو حد عايز يعمل بانك ترانسفير، لو بانك ترانسفير بالدولار، لو باي بال، لو ويسترن يونيون. يعني اعتقد مفيش طرق دفع تانية غير تقريبا باينانس. ولو حد عايز يعمل كده يقول لي يعني. ممكن تاخدوا سكرين شوت عشان خاطر تكون معاكم الصورة دي، او لو وقعت من حد يعني وعايز توضيح بيها تاني ممكن يبعت لي وابعتها له. طيب، ازاي هتنضم للكورس؟ انت بعد ما هتختار طريقة الدفع المناسبة ليك هتدفع وهتبعت لي سكرين شوت بالترانزاكشن. يفضل السكرين شوت تبعتها لي على الواتساب اللي انا بعت لك منه رسالة، او على الماسنجر. دول اللي انا بتابعهم بشكل مستمر. لو بعت في حتة تانية هشوفها ان شاء الله، بس دول الاولى يعني. بعد ما بتبعت لي السكرين شوت دي ببعت لك الفورم اللي بتملاها عشان ادخلك في جروب التليجرام. خليك محتفظ بالوقت والتاريخ اللي انت، الوقت قصدي كتايم وديت اللي انت مليت فيهم او بعت فيهم الفلوس بتاعتك، عشان خاطر دي انا بحتاجها لو حصل اي لخبطة، وبيكون في سؤال عليها في الفورم اللي انا ببعتها لك، فخليك محتفظ بيها. بعد كده بتضاف لجروب الدفعة الثالثة. الدفعة الثالثة ان شاء الله هتبدأ المحاضرة الثانية بتاعتها من الجمعة اللي جاية، وبإذن الله محتمل تستمر يعني ل3 شهور او 4 شهور كمان. فيهم حرفيا حياتك هتنتقل من وضع لوضع تاني خالص. طيب، في ريوردنج سيستم احنا عاملينه كده لذيذ شوية. ان شاء الله اتمنى ان هو معاكم في الدفعة بتاعتكم. مواعيد المحاضرات امتى؟ مستر محمد اللي بيسأل. مواعيد المحاضرات هتكون الساعة 8 ان شاء الله الجمعة، ولو حصل اي تغيير هيحصل من قبلها هكون مبلغ بالتغيير ايه هو، يعني لو حصل لا قدر الله اي ظرف يعني. ان شاء الله من الدفعه دي انا حابب بقى ان النظام ده يتطبق بشكل فعلي، نظام الريوردنج. وهو ان الاول على الدفعه بناء على التقييم اللي احنا هنعملوه بياخد 100% ريفند من الفلوس اللي هو دفعها، وبياخد باكج جيفت معمول لها براندنج بالنوشن كاركتر بتاعي اللي هو تحت على الشمال خالص، ده الراجل ابو نضاره اللي رافع حواجبه ده، خلي بالكم منه ده عشان يبقى معانا كتير. السكند بليس بيحصل على 50% ريفند من فلوسه، وبياخد برضو الجيفت باكج. المركز الثالث والرابع بياخدوا الجيفت باكج فقط لا غير. دي كده كانت السيشن بتاعت النهارده. بتمنى من الله ان انا اكون فدتكم قدر الامكان وعرفتكم عن الكورس. وده دلوقتي وقت الاسئله. اي حد عنده اسئله او اي حاجه يقدر يعمل ريز هاند او يفتح المايك مباشره وانا هرد على سؤاله. طيب، كم محاضرة في الأسبوع أو الكورس كم محاضرة؟ الكورس الدفعة الأولى كان 12، الدفعة اللي فاتت كان 13، الدفعة دي إن شاء الله محتمل يكون ما بين 12 و14. يعني ممكن تقول إن هو بيمتد ل3 شهور، من 3 ل4 شهور. هيكون في ريكورد للمحاضرات كلها، والريكورد ده بيتبعت على جروب التليجرام. مش جروب تليجرام اللي انت هتخش عليه، لا، في جروب تاني للمحاضرات بيتبعت عليه المحاضرات بالكامل. في امكانيه لتغيير ميعاد السيشنز. بص، هي دي صعبه لسبب يعني ان انا عشان الاقي ميعاد، والله انا اقول لك انا عانيت يعني في ناس في البيت ليهم حق عليا، فانا مضطر اقعد معاهم، بضطر يعني مش بلاقي حاجه غير اجازتي ان انا اديها لهم يعني. فللاسف هو الجمعه المتاح ليا، عشان السبت مراتي حجزاه كله والله، ولو خدت منها حاجة منه
هتبهدلني يعني. فالجمعة الساعة 10 يعني ده شيء ممكن، بس هو للأسف أنا يوم الكورس ما بعرفش أعمل أي حاجة لأن دماغي بتكون مشغولة جدا أنا هعمل إيه في السيشن، فاليوم كله بيروح عليا. أنا أصلا كنت عايز أعمله 10 الصبح يعني فاهم، عشان خاطر إيه أزنق نفسي كده الصبح وأنجز حالي وأدي السيشن وأفوق بقية اليوم. ف 10 دي برضو هي صعبة شوية لأن أنا أصلا بنام بدري يعني، أنا سندريلا شوية في نفسي. طيب لو في تحديث للابليكيشن حضرتك هتشرح الاضافات الجديده. بالفعل السيشن او الدفعه اللي فاتت حصل تحديثات في الابليكيشن واحنا شغالين في الكورس، وبالفعل التحديثات يعني انا بقيت احشرها في وسط السيشنز كده عشان ابقى اتكلمت عن اي حاجه حصلت وبتحصل. وزي ما قلت هو ده الهدف اساسا من ان الكورس انتراكتيف، او الهدف اساسا من الكورس يعني. ما انا كان ممكن اعمله مسجل وخلاص، لكن لا انا عامله وسايبه كده عشان خاطر التحديثات. الحضور إجباري للمحاضرة اللايف ولا لأ؟ هو مش إجباري ولكنه إجباري يعني. هو مش إجباري إزاي؟ مش إجباري إن أنا مش هحاسبك لو ما جيتش، ولكن من ناحية تانية زي ما قلت لك في evaluation تقييم، وتقييم بيتحسب عليك الوقت اللي أنت بتحضره معانا ده، بيتشاف هل أنت حضرت قد إيه من المحاضرة بنسبة مئوية بتاخد عليها درجات. فطبعا 100% equal 10 points، فساعتها بتقدر تجمع درجات اكتر تنفعك قدام عشان تسترد فلوسك كلها و... وتسيبني كده مولاي كما خلقتني يعني. هل انشاء سيستم باستخدام نوشن بيحتاج معرفة بلغة برمجة؟ اطلاقا اطلاقا ولا حرف يعني حرفيا. هو اصلا نوشن معمول عشان خاطر ما يبقى اسمه نو كود تول، ان هو نو كود ما بيستخدمش فيه كود. هو معمول لك عشان خاطر يقول لك احنا هنخليك تعمل كل حاجة من غير كود. فاطمن تماما من البوينت دي. مدة المحاضرة بتبقى كام يعني متوسط؟ أنا دايما بحرص على إن المحاضرة تكون ساعة، يعني لا بتقل ولا بتزيد، هي دايما بتقفل عند الساعة بالظبط. الحمد لله يعني إيه، الواحد اكتسب الخبرة دي. طبعا المحاضرة دي بتطول شوية لأن مش أنا بس اللي بتكلم، وبيكون معايا ناس بتتكلم تانيين بيقولوا رأيهم، وبيكون في أسئلة كتير. فعشان كده إيه المحاضرة دي وقتها ما بيبقاش أقصر حاجة يعني. المحاضرة دي هتنزل إمتى؟ انا ما شاء الله انت محمد عماد، انت ما شاء الله انت سألت كل الاسئله اللي ممكن تيجي في دماغ الناس، عايش والله يعني. انا بحييك والله. المحاضره دي باذن الله هتنزل احتمال كبير ان شاء الله بكره ان شاء الله يعني. لو النت ما فضلش مقطوع في البيت عندي هناك في بيتي هتنزل بكره باذن الله. كان في اكستنشن للاي اي. ما المقصود بكلمه اكستنشن للاي اي يعني؟ مش عارف تقصد ايه. هي النوشن اي اي هي أداة تعتبر بداخل. ممكن تفتح المايك عادي، أنا معاك، المايك بالنسبة لك سهل. ازيك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله والله. إيه الأخبار؟ الحمد لله زي الفل. كان في فترة كده كان هم أصلا من نوشن باعتين إنك تقدم في بيتا تقريبا حاجة كده عشان كتول للاي اي جوه. هل أه هنتطرق في الكورس حاجة زي كده؟ إنك تقدم في إيه قلت؟ كان في اللي هو كان زي ما اعرفش بقى هل ده بيلت ان حاجة بيلت ان جوه النوشن هو زي حاجة زي بيتا. هو ده نوشن اي اي. نوشن اي اي فعلا بيلت ان جوه نوشن. انت جاست بس لو رحت في اي بلوك فاضي ودوست على زرار المسطره، دوست سبيس، بيقوم فاتح لك الكوماند برومت على طول تقدر تحط فيه اللي انت عايزه يعني. ف... فهو بيلت ان ما بتحتاجش له اي حاجه من بره خارجيه، واحنا هنا بنشرح كل الحاجات اللي بتدور حواليه يعني. اخر ميعاد للخصم 550 امتى؟ 550 النهارده الساعه 12 بالليل، يعني كمان ساعتين و45 دقيقه. آه انا عندي اكونت اعمل واحد بايميل الجامعه ولا المميزات مش مستاهله؟ لا المميزات مستاهله بصراحه يعني. هقول لك انا هي مستاهله في ايه. يعني مثلا بتيجي عند حته ان انت عايز تابلود فايل جوه، فيقول لك لا الفايل لازم يبقى مساحته 5 ميجا بس. بتيجي عند حته الشيرنج، لو انت بقى هتدخل حد معاك يعني مثلا سي انا عامل نظام لناس سيلز بادرهم في الورك سبيس بتاعتي، فعشان اعمل لهم انفيتيشن ان هم يخشوا، ما بعرفش اتحكم في الصلاحيات بتاعتهم غير لو انا معايا الباقه الاعلى. لكن كاستخدام عادي شخصي عادي عادي، لا مش هتحس باي فرق يعني، فهتلاقي الشغل واحد. دي كده معظم الأسئلة. أتمنى أكون
هو لو مش عندي ايميل جامعي ممكن اجيبه منين، او لو في مواقع بتديه لنا زي ايه؟ لا هو يعني هو الايميل الجامعي انا يعني هو بتاع الكليه. هو لحد دلوقتي ما وقفش، مش عارف هل هو ما بيوقفش اصلا خالص، ولا هي الكليه سايبهولي جدعنه ولا ايه، ولا هم ناسيني. بس هو تقريبا في ناس كتير كده يعني. فانا تقريبا هو بيبقى له صلاحيه معينه للوقت. هو فكرته كلها ان هو بيديك خصومات في تبع منصات كتير جدا بتدي خصومات بالايميل الجامعي، از ان هو للطلبه يعني. لكن اكيد طالما انا مش طالب كلها سنه ولا كام حاجه يعني، ولا كام سنه كده وهو يقف خالص، فاديني بستغله لحد ما يقف يعني. المفروض بقى بعد كده ان الباكج دي تقريبا بحوالي من 5 ل 10 دولار، والله ما فاكر بالظبط كام يعني، افتكر وانا براجع السيشن الجايه. بتدفع بقى شهريا عشان خاطر يديك المميزات دي. فلا يعني انا ما اعرفش طريقه ممكن اجيب بيها ايميل جامعي غير الكليه. آه، المميزات بتبقى مجانيه لامتى؟ لو ايميل الجامعه اخر سؤال. لا المميزات معاك في ايميل الجامعه مجانيه على طول. انت ايميل الجامعه اصلا هو بيفتح لك باقه كامله باشتراك شهري، بس بيعمل لك ديسكاونت 100%، فبتفضل انت الاشتراك يتجدد كل شهر ب 100% ديسكاونت بس، فبتبقى الدنيا مفتوحه معاك يعني. طيب اتمنى تكونوا انبسطتم واستمتعتوا بالسيشن واستفدتوا. احنا كده خلصنا. اي حد عنده اي اسئله زي ما قلنا يبعت لي. اشوفكم ان شاء الله كلكم يا رب السيشن اللي جايه، مش عشان الفلوس والله، عشان انا حابب افيدكم. دي كده ده الايميل بتاعي لو حد عايز يكونتاكت معايا، واحنا كده خلصنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نلقاكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.